السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة دي أنا عاملها عشان أتكلم فيها عن الدوري المصري. بالنسبة للدوري المصري، الدوري المصري يا جماعة أنا شايف إن هو هيبقى أحسن من الأول بكتير. طب ليه؟ السنة اللي فاتت عندك فرق كتير أخد بطولات. الزمالك أخد الدوري، بيراميدز أخد أبطال إفريقيا، المصري أخد الرابطة. فده حاجة بتثبت لك إن فيه منافسات. الفرق دلوقتي بقت داخله في تحدي، كل فريق عايز يثبت نفسه، كل فريق عايز يشتغل كويس، اللعيبه مستواه بدأ يعلى. فانت بعد كده هتتلاقي قوه، هتتلاقي كل سنه فريق معين بياخد بطوله. فدي حاجه عجباني قوي وشداني للدوري. طبعا منتخب مصر لما لعب في كاس العالم رجع امل للعيبه اللي هي لسه بتبدأ كوره، او اللعيبه اللي بتلعب في دوري اتنين، ان هي تشتغل كويس وتتمرن كويس، ممكن تصعد فريق اول، ممكن تلعب، ممكن تهدف، ممكن تجيب اجوان، ممكن تروح المنتخب. فدي حاجه كويسه برضو، دي حاجه هترفع من قيمه الدوري المصري. دي كان يعني ده حاجه انا كان نفسي فيها من زمان، كان نفسي اشوف الكره عندنا في مصر مستوى عالي جدا، جامده جدا. انا نفسي ومنى حياتي الدوري المصري بتاعنا ده يبقى احسن دوري في افريقيا ومن احسن 10 دوريات في العالم. اتمنى اشوف كده. عايز يبقى فيه منافسه، عايزين نسبه مشاهده عاليه. وطبعا الملاعب اتجددت وانا قلت الكلام ده في الحلقه اللي فاتت، فلعيبه الكره هتنزل تلعب بنفس، هيطلعوا اللي عندهم، شايفين ان فيه اهتمامات. فده حاجه كويسه جدا. ان شاء الله بامر الله الموسم اللي جاي ده هيبقى قوي، وهنشوف شباب صغير بيطلع بيصعد فريق اول وهيكسر الدنيا. عاجبني قوي حمزه عبد الكريم في برشلونه، ربنا كرمه والدنيا ماشيه معاه كويس. ابراهيم النجعاوي بتاع الاسماعيلي جاله عقد احتراف بره، بس انا مش عارف ايه اسم الفرقه اللي هو يروحها بصراحه. مصر يا جماعه الكوره بدات تتطور فيها وتعلى، كل ده من اجل او كل ده من خلال كابتن حسام حسن باللي هو عمله في كاس العالم. عطى حافز للناس ورفع من الروح المعنويه بتاعت لعيبه الكوره، هيخلي الناس ترجع تتمرن كويس وتلعب كويس. يعني راجل بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه هو وكابتن ابراهيم حسن. اتحاد الكوره عندنا اتحاد كويس، بيوضب الملاعب وبيطورها وبيظبطها عشان الفرق تلعب عليها واللعبه تلعب وهي نفسيتها كويسه، الامكانيات بتاعت الارض كويسه، اعرف العب عليها كوره، اعرف امشي كوره، اعرف اباظي، اعرف ارفع، اعرف اشوط، اعرف اراوغ، اعرف اعمل حاجات كتير. فدي خطوه عجباني جدا. وانا اتكلمت في الحلقه اللي قبل اللي فاتت عن تطورات الملاعب في مصر. في الحلقه اللي فاتت اتكلمت عن تطورات الملاعب في مصر. لو احنا بدأنا نركز على الناشئين في مصر هنعمل دوري قوي جدا، وهنبقى مستوانا عالي جدا، وهنبقى احسن دوري في افريقيا بحقه حقيقي. هنبقى احسن دوري في افريقيا بحقه حقيقي، وانا متاكد من اللي انا بقوله. كده حلقتي خلصت معاكم النهارده، وان شاء الله اشوفكم الحلقه اللي جايه.